في شريط فضل شاكر الأخير كان ديو جميل جدا، جوا الروح. يعني هذه الرومانسية المنطلقة ما بين صوت إليسا وإحساس فضل شاكر. فضل عمل هالتجربة أكثر مرة، عملها مع نوال الكويتية وعملها مع يارا في أكثر مرة، وأنت عملت ديوهات في السابق. هل بالضروري كل ديو ممكن يكون ناجح؟ لا، أول شيء بدك تختار الشخص. يعني أنا طبعا عملت ديو قبل، كذا ديو، بس مع فنانين عرب. كان الفنان راغب علامة. نعم. وطبعا كان توقيته مناسب لإلي، لأنه أنا كنت أول شيء راغب سوبر ستار. أكيد. وأنا كنت بعدني طالعة جديد، وبدي يمكن أوكي عندي كان غنية حلوة، غنية عندي ألبوم تاني بدي بلش اشتغل تا اطلع. فاجتني التوقيت كان مناسب جدا يعني لإلي مع فنان راغب علامة طبعا. وكان من انجح الديوات ما في شك، غير انه مش بس كان ديو كديو، لانه نجح. لو ما نجح ما كنت تقدمت طبعا. فضل انا بعشق احساسه، انا بعشقه كشخص، لانه فضل بقول دائما انه بحاله الصبي هيك، الشاب الصبي وات ايفر مثل ما بيقولوا، كثير حساس، ما بيتعاطى، ما بتلاقيه بيحكي هيك، بيغني بس يعني ما بتعرف شيء عنه. بعدين احساسه رائع. ودائما كانوا يقولوا لي انه يعني مثلا دائما بيشبهونا بالاحساس لبعضنا. حلو. انه بنغني باحساس، انا بغني باحساس وبغني باحساس. فلما انعرضت الفكره، والحقيقه كانت فكره الموزع ناصر الاسعد، نعم، قلت له خليني اسمع الغنيه وحبيتها طبعا. وطبعا اخذت وقت كثير لحديت ما تنفذت، بس النتيجه طلعت حلوه. يعني غنيه خفيفه ما فيها يعني فلسفه هيك، بس غنيه حب خفيف مهضومه. شو بتقول كلماتها؟ بتقول بقول لك شو بقول لك، بدي اقول لك اني بحبك. نسيتها. لا انا عم غنيها بقولها، بس انا عم بحكيها ما بعرف اقولها. انا والله كان بدي اقول انت بقلبي وجوا الروح، يعني غنية غرام. الله يوفقك ان شاء الله. نتمنى لهذا الغرام ان يطرق باب اليسا وتتكلل حياتك بنجاح باذن الله. احنا سعدنا جدا اليوم بوجودك معنا، طليتي طله رائعه وعسى الله يوفقك ان شاء الله. شكرا لوجودك معنا.